بص بقى يا عم انشوتي، بس قبل اي حاجه اخويا المدريدي عايزين نوصل بالفيديو ده ل 300 400 لايك باذن الله كده. قبل اي حاجه انشيلوتي، ادي مرتبك لبلينجهام وانت ساكت. انت تدي مرتبك كله لبلينجهام وانت ساكت من غير اي نقاش. يا راجل يا مؤمن، انت غيرت مركزه في الملعب وغيرت تمركزه والواجبات اللي مطلوبه منه، جاب لك جونين بس في نص ساعه. الشخصيه يا انشيلوتي اللي ما تعرفش عنها حاجه، بقى لك 4 ماتشات. النهارده بلينجهام بيديها لك على طبق من ذهب وبيقول لك خد بقى اكسب في الكلاسيكو مره يا راجل، اكسب في الكلاسيكو مره ما تتعبناش معاك، اكسب في الكلاسيكو مره بدل عمال الهزايم والتلطيش اللي انت بتاخده من تشافي رايح جاي. اكسب بقى، خد كرامتك مره، خد كرامتك مره يا راجل. بلينجهام بيرجع ريال مدريد كرامته في الكلاسيكو، حرام. كلاسيكو بكرامه يعني بلينجهام يا جماعه، بلينجهام بيرجع لريال مدريد كرامته في الكلاسيكو عشان خاطر انشيلوتي كان سايب الكرامه دي، كان سايبها ومرمطها. ريال مدريد بيعود قدام برشلونه، والله يعني عايز اقول لك المباراه متكافئه في اوقات كتيره جدا، بس عندي شخصيه، عندي لعيب عنده شخصيه بيخلص، عندي لعيب غيرت تمركزه في الملعب والحاجات اللي مطلوبه منه خلص خلص. انا عايز اخلص، انا تكتيكيا واقع، انا تكتيكيا قليل، انا عايز اخلص، انا لازم اخلص المباراه الكلاسيكو عشان بعد كده افضل ان انا انافس على الدوري، لان انا معايا منافس ثالث مش عارف هيقع امتى اسمه جيرونا، وبرشلونه برضه هيرجع. لازم اخلص، لازم يبقى عندي الليميت ده، لازم اكسب الغريم على ملعبه. ما انا مش هروح كل ماتش بره ملعبي يخسر يتعادل. النهارده في اصابات لبرشلونه، النهارده لعيبه برشلونه راجعه من الاصابه مش افضل حاجه، بص كل الظروف دي ساعدتني، بس انا عندي شخصيه في الكلاسيكو. انت متخيل ان كل الظروف اللي كانت ضد برشلونه وبرضه برشلونه كانت هتكسب، لان برشلونه للدقيقه 60 او لحد جون بلينجهام كانت احسن. برشلونه لحد جون بلينجهام كانت احسن، كانت بتستغل كل حاجه غلط عند ريال مدريد، من التشكيل للطريقه للثغرات اللي عند دفاع ريال مدريد للارتباك اللي في شخصيه كيبا، بس هي عدت على خير وسلام من غير مشاكل. كل الحاجات دي النهارده بلينجهام مسحها باستيكه عشان خاطر يحط صفحه نظيفه كده ويطلعك كسبان من ملعب انت ما كنتش هتكسب منه. عنده شخصيه يا جماعه، لاعب عنده شخصيه. محتاج ايه تاني؟ محتاج ايه تاني من الدنيا؟ واحد عنده شخصيه في الملعب، خلص كل حاجه، خلص كل حاجه بالنسبه له. الموضوع بالنسبه له منتهي، الموضوع بالنسبه له منتهي. شخصيه لعيب في الملعب قياديه. واحد عنده 19 سنه خلصك من مأزق ومن ازمه كبيره النهارده متورط فيها. انت كنت في ازمه قدام برشلونه النهارده، مش عارف تبني هجمه. لعيبه ريال مدريد في حضن مدافعين برشلونه، 5 دفاع برشلونه قدام رودريجو وفينيسيوس الناحيه الثانيه صفر. اختراقات فينيسيوس يكاد على استحياء، ورودريجو سيء جدا. رودريجو السنه دي محتاج وقفه، رودريجو السنه دي مش عارف ماله، مش طبيعي تماما رودريجو اللي بيقدمه. يا اما الطريقه كمان كانت بتظلمه، الطريقه ظالمه لعيبه كتير في الملعب. كل ده ظاهر، وتشافي استغل ده وحوط على هجوم ريال مدريد ونص ملعبه اتاكلوا في اوقات كتيره جدا. انشيلوتي ما فطنش لده الا لما نزل مودريتش وخلى مودريتش يلعب ال 30 دقيقه دول بمزاج، ويحط بلينجهام كواجبات هجوميه كانه مهاجم وهمي او كانه مهاجم تاني بيزيد عشان خاطر نخلص القصه دي. فين ده من البدايه؟ انت ما تعرفش. من البدايه انت كنت في ازمه، مش عارف تصنع فرصه، مش عارف تصنع اي حاجه، في مقابل ان برشلونه بالدي وكانسيلو، او كانسيلو بالذات كان عامل مباراه عليك عظيمه. بتتكلم برضو في نص ملعب برشلونه كان عامل مباراه عليك عظيمه. الشوط الاول كانت برشلونه ممكن تسجل 3 4 اجوان بالاختراقات اللي في نص الملعب والاختراقات اللي في خط منطقه الجزاء بتاعت ريال مدريد. دفاعيا ريال مدريد كان مرتبك. الشوط الثاني كانت ممكن نفس الحكايه يعني تتكرر تاني، لكنك من اول الدقيقه 60 بدات تفوق لنفسك. ريال مدريد بدا يفوق لنفسه، بدا يفوق ان هو عنده فرقه ممكن ما يطلعوش خسرانين، وممكن ما يطلعوش من غير كرامتهم تاني في الكلاسيكو. فبلينجهام انقذ كل ده يا جماعه. اللي هيكلمني ان المباراه كانت سهله النهارده، لا، هي المباراه كمستوى فني مش افضل حاجه، لكن المباراه ما كانتش سهله، ونفسيا على لعيبه ريال مدريد المباراه ما كانتش سهله، لان ريال مدريد قدام برشلونه يعني اكتر من سنتين اهو 5 خسائر في كل البطولات، 5 خسائر في كل البطولات، 3 في الدوري وواحده في واحده في السوبر الاسباني، اعتقد في واحده ثانيه بس مش متذكر. كل 4 خسائر وواحده في الكاس، هم 5 خسائر. فانت تتخيل كل ده، انت نفسيا محطم، انت كان لازم تكسب، انت كان لازم تكسب النهارده باي شكل من الاشكال. دي فايده الصفقات الجديده، دي فايده ان انا عندي صفقه جديده عندها شخصيه، فايده ان انا جبت لعيب عنده شخصيه. بلينجهام النهارده 10 تجوان، بلينجهام النهارده 10 تجوان. ريال مدريد من غير بلينجهام ملهاش اي 30 لازمه، عشان ما حدش ينسب الفضل لحد ثاني غيره.
انا بقولها لك اهو، انت بتوظفه صح، بتوظفه في المكان اللي هو بيتالق فيه وبيقدر ان هو يعمل المفاجاه ويعمل العنصر المفاجاه بالنسبه للخصم، بيسجل اجوان. فهو الفضل بالنسبه لبلينجهام رقم واحد. انا بقولها لك بكل امان، 10 اجوان هو خيره على انشيلوتي، وفعلا محتاج انشيلوتي يديله مرتبه. ما مش طبيعي اللي احنا بنشوفه في الكلاسيكو ده. انا متضايق يمكن من الشكل العام اللي كان موجود عليه ريال مدريد، لكن في نفس الوقت النتيجه انقذت كلام كتير جدا، وانقذتك من كلام ممكن يحصل عليك كتير جدا، وخليتك على الاقل لسه في الصوره ومتصدر لحين اشعار اخر. في النهايه كان معاك احمد خالد في حلقه من نوت المدربين عن رد فعل عنيف هو عنيف شويه، لان انا كنت في المباراه مشاعري متلخبطه الحقيقه. والسنه في حالات تانية افضل وافضل. السلام عليكم.